اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. لو لسه متأخرة زي حالي كده ولسه ما عملتيش كحك العيد، تعالي بقى شوفي الحاجة أمي ربنا يبارك لي فيها ويحفظها، وشوفي طريقتها في الكحك، وشوفي طريقة زمان لو انت بتحبي طريقة زمان وعايزة تاكلي كحك دايب دوب بطعم وريحة زمان، يبقى لازم تشوفي الفيديو ده وتنفذي نفس الخطوات اللي هي عملتها. وعلى فكرة كنت انا وهي نائر ونقير في الفيديو ده، انا اقول حاجات وهي تقول لي لا، انا مستحيل اغير الطرق اللي كنت بعمل بيها اللي احنا اتربينا عليها. انتوا يا الجيل بتاع النهارده اللي هتعلمونا. لما اكلت الكحك بعد ما استوى وشفت الطريقه اللي هي عملتها لي، فعلا قلت كلامها صح، وان انا نفسي همشي بنفس الطريقه وعمري ما هغيرها ابدا. من عجينه واحده عملت لي قرص، وعملت لي كحك، وعملت لي قراقيش، وعملت لي عملت لي كل اللي انا عايزاه، وعملت لي الكحك العجله بتاع زمان قوي ده اللي احنا كنا بنحبه جدا وبناكله عند جداتنا ايام زمان. تعالوا بقى نشوف هي عملت لنا ايه كده، ونشوف حطت ايه في المكونات، ونشوف كده طريقتها، ونشوف هنغيرها ولا هنمشي على نفس الطريقة. طبعا اول حاجة بدأنا بيها زي ما انتم شايفين، طبعا هي جابت السمسم وراحت محمصاه، اديت له بس تقليبه بس على النار كده، وجابت كيس بيكنج باودر وكيسين من الفانيليا، وطبعا اساسي عندها ريحة الموز. بتعشق ريحة الموز في المكونات بتاعتها او في الكحك عامة يعني. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين، وطبعا عندها السمنه، ودول كانوا 4 كيلو من الدقيق، وهنشوفها هتعمل ايه. اول حاجه نخلت الدقيق زي ما انتم شفتوا كده، وراحت نازله عليه بالسمسم بالظبط كده زي الفل. حطت السمسم، وبعد السمسم على طول راحت جايبه الخميره وبركه ربنا، وقالت لي ايه، يلا بقى بالبركه يا حاجه. طب احنا عايزين نعرف هتحطي قد ايه. قالت لي استني بس، مفيش احسن من بركه ربنا، بس انا هقول لك. الكيلو حطي له معلقه صغيره عشان ترتاحي وعلشان تعرفي ايه المقادير بتاعتك بالظبط. طبعا راحت حطت الخميره زي ما انتم شايفين، ورجعت البيكنج باودر. قالت لي مش هحط الكيس كله على الاربعة كيلو، لا انا هحط نص الكيس بس عشان انا حطيت خميره زياده. حطت البيكنج باودر وبدأت تقلب كده، وهتحط طبعا رشة من الملح. وتعالوا بقى شوفوا اللي اللي هي هتعمله في الاخر، بس انا مش هحرق لكم الفيديو يعني. راحت نازله بقى بريحه الموز، قالت لي بقى لا محلب ولا ريحه كحك ولا الكلام ده خالص، احنا طول عمرنا بنعمله بريحه الموز والفانيليا وبيطلع معانا احلى كحك. طيب ماشي، انت بتحطي السمنه دي ايه الاول وعملتي ايه في السمنه؟ قالت لي بالنسبه للسمنه، لو سمنه بلدي اوعى تقدحيها. ليه يا حاجه؟ قالت لي السمنه البلدي لو اتقدحت ريحتها بتروح منها خالص وما بتبقاش فيها ريحه السمنه البلدي. انما بقى لو سمنه التانية بقى دي اللي الناس بتعمل بيها، دي ممكن لو قدحتيها مفيش مشكلة فيها. بس برضو لما بتتقدح زيادة عن اللازم ريحة السمنة اللي هي النباتين بتبقى باينة فيها. طب انت بتعملي لي بسمنة ايه؟ انا جبت سمنة نيوزيلندي يا جماعة. السمنة النيوزيلندي الصفرة طبعا سعرها دلوقتي بقى فوق خالص، بس بصراحة انا بحب اعمل بيها الكعك جدا، بيطلع معايا دايب دوب وفي نفس الوقت ريحته بتبقى حلوة قوي. وعامة في الاول وفي الاخر كل واحد بيعمل باللي ربنا مقسمه ليه، وكله في الاول وفي الاخر حلو. بدأت بقى طبعا حطت لي على كل كيلو من السمنة من الدقيق، سوري، كل كيلو دقيق حطت لي عليه 550 جرام من السمنة. 550 جرام. طب يا ستي بقى غيري بدلي، قالت لي لا. وبالنسبة للسمنة بتاعتك دي، احنا بس انا طبعا عاملة بزبدة نيوزيلندي، قالت لي بالنسبة بقى للزبدة يا دوب هتروبيها لي، بس انا مش عايزاكي تقدحيها. شوفوا بقى الحركه اللي حصلت ايه. هي طبعا هنا كانت بقى اهم حاجه قالت لي في الكعك وعجنته البس ان انت تبسيه كويس جدا. هنا بقى طبعا بقول لها ايه ده احنا نسينا نحط اللبن نحط السكر. راحت قالت لي طبعا انا بحب السكر البودره. اختلفنا على الحته دي يا جماعه، انا اقول سكر بودره وهي تقول لي حطي سكر عادي، معلقتين سكر عاديين بس حتى لو كانوا ناعمين مفيش مشكله. طبعا احنا نسينا فراحت حطت سكر، اما نسينا نحط السكر فحطت السكر على اللبن ودوبته زي ما انتم شايفين. وبرده كانت النتيجه والله هايله. مجرد ايديهم في الحاجه ربنا يبارك في عمرهم ويحفظهم لينا يا رب، بمجرد بيحطوا ايدهم في الحاجه بتطلع ولا اجمل ولا اروع من كده. جابت بقى اللبن زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا حطيت لها نص لبن ونص ميه. لو عايزه تعملي باللبن على طول مفيش مشكله، عايزه تقسميها نصين مفيش مشكله. طبعا من علامات نجاح العجينه زي ما انتم شايفين هي كده كانت بتختبر العجينه، ما دام العجينه معانا طريه وجميله وما شققتش يبقى خلاص.
تعالوا بقى نشوف الحشوات. بالنسبه للحشوات هتحشي لنا ايه يا حاجه؟ انا وولادي ما بنحبش الملبن خالص، وما بنحبش العجميه. اخر حاجه لينا العجوه. طبعا احنا بالنسبه لينا البلح العجوه دوت اللي هو البلح بتاعنا احنا الفلاحين احنا عارفينه. خدنا البلح زي ما انتم شايفين وحطينا عليه معلقتين من السمنه وحطينا عليه شويه سمسم، ولو عايزه تزودي مكسرات عندك شويه مكسرات تزوديهم، وابداي احشي بيهم زي ما هي عملت كده. فردت العجينه، وبعد ما فردت العجينه جابت قطعه كده من البلح وبدات تحطها في النص وقلبت عليها العجينه وبدات تقلب زي كده. وهي دلوقتي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل القراقيش التحفه من نفس العجينه. قلنا لها ماشي مفيش مشكله. بدات تعمل زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، وتقطع الصوابع الجميله بتاعتها. عايزه تنقشيها انقشيها، مش عايزه تنقشيها وعايزه تعمليها تسيبيها ساده مفيش مشاكل. احنا بنسيبها ساده لان احنا بنيجي في الاخر وبنقعد بقى نعمل بيها ايه، بنحط على وشها بيض كده وبنحط سمسم، بتبقى تحفه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا كانت بتنقش، بس طبعا الاضاءه مش ظابطه معايا كويس، انا اللي كنت بصور. وهنا ربنا يبارك لي فيهم الاثنين ويخليه لي امهاتي الاثنين، امي واختي الكبيره ربنا يبارك لي فيهم، هم اللي كانوا شغالين وقاعدين بقى بيعملوا في القرص بتاعتنا. بدات بقى دلوقتي هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تعمل لي بقى كحكايه او قرصايه، وهتشكلها لي بقى بالمنقاش، هتنقشها بالمنقاش. واختي قاعده الجنب التاني بتعمل بقى اللي هو ايه القراقيش وتحشيها عجوه من النص. يبقى انت كده، ده لو انت عايزه تعرفي مقادير الكيلو. مقادير الكيلو بتحطي معلقه، اول حاجه بتجيبي كيلو دقيق بتحطي عليه 550 جرام من السمنه، بتحطي له لو انت عايزه تزودي الطعم وتغنيه وتخليه يدوب في بقك دوب، هتحطي عليه معلقتين من اللبن البودره، هتحطي عليه 3 معالق من السكر البودره، هتنزلي عليه لو عايزه تحطي بقى محلب او روايح الكحك، بس اساسي ريحه الموز احنا بالنسبه لنا بنعشقها. دي بالنسبه. وطبعا اللبن بيبقى حسب العجينه اللي في ايدك، انت شايفه العجينه بتاعتك هتاخد ايه. عايزه تحطي لبن مش هتفرق، عايزه تحطي ما تحطيش لبن، وعايزه تحطي ميه مفيش مشكله. اللبن والميه ما بينشفوش ما بيعملوش اي حاجه. الاختلاف من اللبن والميه ان الميه لو انت هتاكلي يعني هتطولي حطي ميه، لو انت مش هتطولي هتحطي لبن. يعني لو كنت انت عامله كميه مش هتطولي وهتاكليها على طول حطي لبن، هتطولي حطي ميه، بحيث ان الميه لو قعدت فتره طويله الطعم مش بيغير في القرصيه بتاعتك او الكحكايه بتاعتك. طبعا هنا جبنا الصواني وهنبدا بقى ان احنا نسوي زي ما انتم شايفين. انا بحب ومن عشاق البيض بحب اجيب بيضتين كده ربهم واحط عليهم فانيليا، وابدا كده ادهن وش الصوابع بتاعتي من فوق او القراقيش بتاعتي من فوق، وهنرجع بعد كده نحط عليها السمسم من فوق، هتبقى حاجه ولا اروع. هنعمل لك كل الطرق اللي انت عايزه تعرفيها في الفيديو ده. بالنسبه يا جماعه للسمنه، لقدح السمنه، يعني في كتير قوي بيقول لك لازم نقدح السمنه. طبعا انا بعترض على الموضوع ده بصراحه، انا بحب السمنه يا دوب تكون متروبه، ما بحبش ان انا اقدح السمنه، لان زمان كنا بنعمل كميات كبيره، كنا ممكن نعمل بالعشرة كيلو كحك، فعشان كده كانوا بيقدحوا السمنه علشان الكحك يفضل معاكي فتره طويله. انما دلوقتي احنا بنعمل كميات بسيطه بتخلص مع اولادنا بعد العيد على طول، فتدحيها ليه؟ لا روبيها عشان يطلع معاكي دايب. زي ما انتم شايفين الصواني طالعه بسم الله تبارك الرحمن، طالعه بتتكلم عن نفسها حاجه كده ولا اروع. التسويه مظبوطه. لو هتسوي في فرن البوتاجاز هاتي ما تحطيش على الصاج مباشره، حطي على الشبكه قبل الصاج، يعني في الرف اللي قبل الصاج على طول، درجة حرارة 180. ولو احتجت الوش تمام، ما احتجتهوش خلاص. بسم الله ما شاء الله. ده اللي انا كنت طلعته. انا بقى اللي كان عليا التسويه كنت قاعده بسوي، وبعد كده كملت بعديه مرات اخويا ربنا يخليها لي يا رب. وزي ما انتم شايفين لمه الحبايب والقعده الحلوه بتطلع من ايدك كل حاجه حلوه، علشان انت من جواكي راضيه عن اللي بتعمليه وفرحانه بيه. شوفوا بقى الجمال والحلاوه. عملنا قراقيش، وعملنا من نفس العجينه، وعملنا كحك، وعملنا قرص، وعملنا طبعا قرص كمان وكده، وشكلناها ونقشناها طالعه جميله جدا. شكلت الصينيه بتاعتي من كل حاجه وبنفس العجينه، وما اقعدش بقى اعمل هنا كيلو وهنا كيلو، من نفس العجينه عملت كل حاجه وطلع دايبه وجميله جدا. طرق امهاتنا واجدادنا احنا نفضل طول العمر طول ما احنا عايشين بنتعلم منهم، بتطلع حاجتهم اللي كانوا بيعملوها زمان ولا اروع ولا اجمل من كده. دي بقى اللي هي كانت بالعجوه. تعالوا شوفوا شايفين بسم الله ما شاء الله زي الفل، طالعه عامله ازاي دايبه وجميله
مجرد ان انت تمسكيها كده دايبه في ايدك ازاي. تبارك الرحمن. يسلموا ايديها يا رب الحاجة ويبارك لنا فيها، وكل سنة وهي طيبة، وربنا يجعلها يعني دايما في وسطنا بالخير كله بالحب، ودايما هي اللي تعمل لنا القرص بتاعتنا كده ونتعلم منها. شايفين بسم الله ما شاء الله، دي بقى اللي كانت فيها الملبن. بصوا دايبة ازاي، دايبة وجميلة بجد، حاجة كده تفتح النفس. لو اتأخرتي بقى وما عملتيش زي كده الكحك واتأخرتي، يا ريت تجربي الطريقة دي، وصدقيني مش هتندمي وهتعتمديها معاكي على طول. شكل كده جميل. عملنا اللي هو ممكن ان انت لو انت مش عايزه تشكليه كله او تحطي عليه بيض، ممكن تحطي عليه لبن. يعني ممكن تجيبي معلقتين لبن، وتحطي عليهم كده معلقه من البن، وتقلبيهم وتعملي الوش لو انت مش حابه اللبن. وعلى فكره من البيض، وحاسه ان البيض زفر، لا عمره ما بيكون فيه زفاره، لان انت بتحطي له طبعا فانيليا، فكده كده بتضيع ريحه الزفاره. وهنا طبعا كان الكعك الاصلي بتاعنا بقى، حاطين عليه سكر زي ما انتم شايفين، وهو فعلا سكر وطعمه سكر، وما شاء الله عليه زي ما انتم شايفين دايب دوب من جوه وحاجه كده.